السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الحريره كتجي رائعه بزاف، وكذلك غنشارك معكم ان شاء الله الخبيزات عامرين. الخبيزات ديال القمح كيجيو خفافين وزوينين. نتمنى كما العاده تبقاو معايا حتى لاخر فيديو ونشوفوا طريقه التحضير والمقادير. هنا كما كتشوفوا معايا البنات عندي هنا 3 دراهم ديال الحمص، وكذلك 2 دراهم عفوا ديال العدس، وكذلك 2 دراهم ديال الفول. هنا رقدتهم الليله كامله، درت عليهم الماء سخون. ضروري البنات تحضروا بهذه الطريقه هذه باش يطيب لكم دغيا. الحبوب كنرقدهم ليله كامله. وهنايا عندي الحمص ما قشرتوش البنات، بغيتو نتوما تقشروا عليكم الاختيار. الاكثريه ديال الناس كيقشروه، انا كنخليه هكاك باش كيخلي الشكل ديالو زوين في الحريره. وكذلك انا غنطيبو في الماء الحلو. الحريره ديالي غنطيبها في الماء الحلو دغيا كطيب. كنخليها تقريبا تصفر غير ربع ساعه صافي وكنطفي عليها. هنا كندير لتر ديال الماء، ما نكثرش الماء حيت غادي نزيد مازال الماء. غندير الماء هذا يسخن، عاد كنضيفو على الحريره ديالي ملي كيطيبوا الحبوب. هنا كندير شويه ديال الزيت. ديروا البنات زيت باش ما تكحلش لكم الكوكوط ديالكم. هذه المعلومه ضروري البنات ديروها الطريقه هذه. هنا نسيت ديت الكوكوط وتفكرت خاصني ندير شي عظيمات هكا ديال اللحم، اللي واخا عندكم العظيمات هكا حيدتو فيهم اللحم ديروهم، كيعطيو المذاق زوين في الحريره ديالكم او اللحم اللي عندكم. وصافي هنا درت الحبوب ديالي يتصفروا. عندي هنا 2 كيسان ديال 2 كيس ونص ديال الماء، و3 المعالق ديال سنيده، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. وهنا غادي نخلط هادي غنخلط الخبيزات ديالي هذوك اللي غنعمر ان شاء الله معكم. هنا درت الكاس الاول. هنا كما قلت لكم في الاول راه حضرتهم بالدقيق عادي ديال القمح باش كنعجن الدقيق العادي، ولكن كيجيو رائعين وصحيين. ودرت الكاس الثاني وكنخلط. كما غتشوفوا العجينه ديالي راه ما غاديش ندكلكها ما حتى حاجه. وغندير الملح على حسب الرغبه ديالكم. وغندير الكاس الثالث ديال الدقيق. هنا خرجت الكميه كبيره، تقدروا ديروا غير كاس ونص او 2 كيسان ديال هذا. وغندير الكاس الرابع. هنا بغيت نخرج كما قلت لكم الكميه كبيره، وكيجي الصراحه راه الاكثريه كيدير غير الفرص. حضروهم البنات بهذه الطريقه هذه راه كيجيو منفوخين وزوينين. وصافي كندير لكم مزيان. وكندير كذلك الكاس الاخر ديال الدقيق على حسب نتوما الدقيق البنات، على حسب الدقيق ديال القمح راه فيه الانواع. وصافي هنايا كما غتشوفوا معايا غندير الزيت في الاخر. ضروري ديروا ليها الزيت او الزبده، الا عندكم حتى الزبده ذوبوها، ديروا 3 معالق ديال الزبده. هما هاد الزيت هادي او الزبده هما اللي كيعطيو السر لهاد الخبيزات هادو. كما كتشوفوا معايا راه العجينه ما دلكتها ما حتى حاجه. وصافي نحاول هكا غير نجمعها بيديا، نخلي هذيك الزيت وصافي ونخليها تختمر. كنخليها 21 دقيقه غير كيضاعف الحجم ديالها، وكنقطعها مباشره. وراه كتخمر غير النوبه الاولى صافي، الثانيه كنطيب الخبيزات ديالي مباشره. حيت القمح البنات دقيق ديال القمح ما كيبغيش الخميره بزاف. الا خليناهم يخمروا ملي كنطيبوهم كيطيحوا ما كيجيش منفوخين. وهنا كنديروا القياس اللي بغينا. انا هنا درتهم شويه كبار، نتوما بغيت ديروهم صغار حيت اصلا راه شاركت معاكم الخبيزات عامرين هما والبيتزا، راه غتلقاوهم ان شاء الله في القناه عندي. هنا درتهم هكا كبارين شويه، حاولت نغير لهم الشكل ديالهم شويه، والصراحه كيجيو رائعين. نتوما بغيتو تخليهم صغار ديروهم صغار. وصافي كنقرصهم بشي مدلك او يدينا. انا قرصتهم مباشره غير بيديا هكا. وصافي مباشره كما قلت لكم راه ما كنخليهم يخمروا ما حتى حاجه. هنا جيت نطلع على الحريره ديالي. كما شفتوا معايا الحبوب ديالي طايبين، الفول طايب كما كتشوفوا معايا، راه غير واحد ربع ساعه دغيا خمروا. عفوا دغيا طابوا. هنا كندير عندي هنا المعدنوس وكذلك الكرافس والقزبور. وعندي هنا واحد البصله حكيتها، وكذلك واحد 3 ديال المطيشات حكيتهم كذلك. والعطور عندي هنا الخرقوم وسكنجبير وكذلك الابزار هذا
كنجيب المهم العطريه كامله من غير الكمون، حتى التحميره درت غير شويه. هي الا كثرناها البنات كتقطع الحريره، هنا درتها غير باش تعاوني في اللون، حيت ما غاديش نكثر بزاف انا مطيشه. بغيت ديروها نتوما تكثروا مطيشه ديروها عاد. هنا كنعاود ندير شويه ديال الزيت ديال الاكل وكذلك الزيت الروميه، ومباشره كنخلط الدقيق. كنخلط الدقيق بالماء عادي، وكندير معلقه كبيره ديال الطماطم معلبه، وكنزيد داك الماء اللي كيكون سخون من الكوكوط ديال الحريره ديالي اللي فيه كامل دوك المقادير. كنخلط به كيعاونني هنا باش ما تعجنش ليا ما يتعجنش لي، ما يتكورش ليا الدقيق في وسط الحريره ديالي. بقاو نضيفوا داك الماء حتى كنشوفوا القياس اللي بغينا صافي، وكنديروا الدقيق ديالنا وصافي. هنا كندير الدقيق ديالي. هنا عندي طنجره صغيره البنات شويه ديال 5 لتر. الا عندكم نتوما طنجره كبيره راه احسن. انا عندي هنايا هذه كبيره، ولكن غنعطيه الخاطر حتى كيطيب. وصافي هنا كنخلي الحريره ديالي كنحركها مره مره، ما نسهاش عليها كما شفتوا مع راه تكبات ليا في فوق البوطه، ولكن ماشي مشكل. كنبقى نحركها مره مره، كنخليها حتى كطيب. وكندير مباشره ديك الشعريه او الروز او اللي بغيتو نتوما، وكنخليها غير واحد 10 ديال الدقائق غير بين ما يطيب داك الدقيق، وكذلك طيب ديك الشعريه. شوف الشعريه ديالي طابت وصافي كنطفي على الحريره ديالي. هاد الطريقه راه كتجي رائعه. وكما شفتوا معايا البنات راه ما كثرتش ليها بزاف الحموضيه، اللي ما كيبغيش الحموضيه خليتها الشكل ديالها عادي. بغيتو تكثروا المطيشه كثروها. هنا العماره اللي غادي نعمر بها الخبيزات ديالي عندي كل شيء. هنا عندي القزبور ومعدنوس وكذلك مطيشه وفلفله حلوه، فلفله حلوه الخضراء والحمراء، وكذلك العطريه كامله. هنا درت الكمون، وعندي بصله. هنايا عندي البصله ديال الحريف قطعتها وصافي. كندير لهم الزيت وكنخليهم يطيبوا. ومباشره الحريره راه رديتها لديك الجهه راه مازال ما طابت، حيت كلشي تبعته بمره. هنايا كندير الخبيزات ديالي كيطيبوا كما شفتوا معايا. راه كبرتهم شويه كما قلت لكم، راه كيتنفخوا مباشره كيجيو خاويين من الداخل. صراحه كيجيو شكل ديال بحال كيجي بالضبط ناجح مليون في المئة. ما تقولوش بلي زعما ما عجناهش بالفورس ما غاديش يصدق. راه هاد الخبيزات البنات كيجيو صحيين وزوينين وخاويين من الداخل، ما كيتعجنوش مع حتى حاجه. وصافي كنطيبهم حتى كنكمل كامل الكميه اللي عندي. حاولت نقص عليهم باش يجيوني منفوخين ويجيوني ما يجيونيش محروقين. صافي هنايا كيطيبوا كنردهم على جنب. هنايا العماره ديالي طابت، راه درت فيها واحد الباطه ديال الحوت نسيت ما صورتها معكم، درت هذه. وانتم بغيتي ديروا حتى الصدر ديال الدجاج. انا هنا كيعجبوني صراحه بزاف بالحوت الحار. هنا كما شفتوا معايا البنات الكسبوط كيكون خاوي وناجح مليون في المئة. وهنا نحاولوا نعمروهم. كنديروا القياس اللي بغينا. كندير تقريبا انا واحد 2 معالق هكا او 3 معالق على حسب. كما قلت لكم انا راه كبرتهم شويه، والعماره كما كتشوفوا فيها راه كثيره. البنات كيجيو زوينين صراحه، كيجيو رائعين. تحضروهم ان شاء الله المائده ديالكم في رمضان. كيجيو بنانين وزوينين صراحه. حتى زعما ديال الفرص هما كيقولوا بزاف كيصدق دقيق هكا ديال الفرص. انا حاولت نشارك معكم هذا ديال القمح. الاكثري ما كيبغيش الفرص ندير فيه المصران. وصافي من بعد البنات بعد ما عمرتهم والحريره ديالي هنا درتها في الزلايف وزوقتها هكا بشويه الطرف ديال الحامض. ضروري الحريره ديالنا يكون فيها الحامض. ودرت شويه هكا ديال المعدنوس من الفوق زوقتهم. كيجيو الشكل ديالهم رائع بزاف البنات. والحريره كتكون ناجحه مليون في المئة. غتشوفوها معايا البنات كتجي خاطره وزوينه وطايبه. كما كتشوفوا معايا راه الشعريه كتبان من الفوق، ما كيتعزلش داك الماء الفوق اللي كيقولوا لي البنات الحريره ما كنشحش معاهم. هاد الطريقه البنات راه زوينه وكتجي بنينه بزاف. هنايا راه درت ليها اللحم، ما درت لا كنور لا حتى حاجه. بغيتو نتوما تزيدوا كنور ولا بغيتو ديروا اي حاجه، المهم اي حاجه تضيفوها ولا تقطعوها كاللحم طريفات. راه فات شاركت معكم الحريره حتى هي زوينه قطعت فيها اللحم. وكما كتشوفوا معايا الطبوط كذلك راه خرج ليا تبارك الله الكميه كبيره. كيكون عامر. عمرته كما كتشوفوا معايا، وكيجي في الشكل ديالو زوين بزاف. كما شفتوا معايا البنات كما قلت لكم راه درتو بالحار، درتو الباط ديال الحوت الحار. اللي كيعجبوا الحار راه كيجيو رائعين. الا ما كتبغوش الحار كديروا غير الحوت عادي او صدر ديال الدجاج.
المهم البنات نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وهاد الخبيزات ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، تحضروهم هكا في المائده ديالكم ديال رمضان. وكذلك الحريرات نال الاعجاب ديالكم البنات. ما تنسوناش كما العاده التشجيعات ديالكم والمشاركه للفيديو الى عجبكم اكيد، واللايك الفيديو كذلك البنات. وكنشكركم بزاف على المتابعه وعلى التعليقات ديالكم اللي كيشجعوني دائما نحط لكم الجديد. شكرا لكم بزاف بزاف. وغادي نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.